رجل سجن، كاد سيسجن في دين لأبيه. نعم. هو بر بأبيه. نعم. بر بأبيه، ولكن الدين أبوه مات فلا يريد أن يسجن والده. طيب. في حياته مات أبوه، قال للدائن انقل الدين علي. لما ذهب للقاضي أعطاه القاضي مهلة. نعم. فخرج وبعد 3 أشهر القاضي من رأى وجهه رأى فيه الرضا، ورأى أنه تحمل الدين برا بأبيه ولا ما له ذنب. فلما عاد ابتسم قال جمعت الدين؟ قال لم أستطع وأنا جاهز للسجن. فأخرج الشيك القاضي وأعطاه الدائن. عجيب. قال أنت قاضي وأنت تسدد عني؟ قال ليس أنا، أحد رجال الأعمال. قال أسألك بالله قبل ما أقول إن طلعت من عندي وأنا انشغلت بدينك حتى أوفيت عنك ماذا كنت تصنع؟ لا إله. قال وقتي كله بين صلاة وسلام على رسول الله واستغفار. الله أكبر. واستغفار. لزمت الاستغفار ولزمت الصلاة والسلام على رسول الله. كم تستغفر؟ قال أكثر من 13,000 مرة. الله أكبر. اسمع يا اللي لسانه، هذا الذي لسانه رطبا بذكر الله. والله يا أخي يقول أحد المشايخ أظن الشيخ محمد حسان. نعم. أنه بنت صغيرة عمرها 14 سنة أو 15 سنة تقول يا شيخ أني أرى رسول الله، فلما سألها عن أوصافه فوصفته له. نعم. قال فإذا أوصافها التي ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلة ما بعد قرأت ولد. نعم. قال فإذا هي الأوصاف التي ثبتت بها السنة. الله أكبر. قالت إني أراه في الأسبوع مرة ومرتين. لا إله إلا الله. فقال يا بنتي كم تصلين عليه؟ فأنزلت عينها ونظرت إليه قالت 10,000 مرة. 10,000 مرة في اليوم؟ في اليوم. لا إله إلا الله. هذا نقلا عن الشيخ محمد حسان سبحان حفظه الله وهو حي موجود. نعم. يعني يا أحبابي نحن نقول لبعضنا يا أخوان يذكر كل شيء إلا ربه، ويذكر كل شيء إلا نبيه، وذكر غير الله وترك الصلاة والسلام على رسول الله هي أحد أسباب الهم. إذا كان الذي يدعو الله فيجعل الدعاء كله يكفى همه ويغفر ذنبه ويقضى دينه. معنى ذلك إذا أنت نسيت الصلاة والسلام على رسول الله وذكر الله فالهم يسكن صدرك، والدين يقطع فرحتك بحياتك، ولربما ذنوبك تكون فوق رأسك تسقط عليك كالجبل. لذا علينا أحبابي في هذا اللقاء بس تذكار صل عليه واجعل من أورادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وما تلاحظ الصلاة المكتوبة من أركانها أن تصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة الإبراهيمية. نعم. بل إن الصحيح في الصلاة الإبراهيمية أنه يصح للإنسان أن يقولها في التشهد الأول والتشهد الثاني. سبحان الله. يعني لو أن الإمام أطال في التشهد يقرأ